سالتش نفسك قبل كده انت ليه بتعمل حاجه وما بتعملهاش؟ ليه دايما بتختار وما بتعملش الاختيار اللي انت اخترته؟ في الحقيقه انت منور مغناطيسي. لانك كل يوم بتقوم من النوم الساعه 11 الظهر، تمد ايدك تحت المخده، تمسك التليفون، تقعد تفر في اللاشيء وتسكرول في الفيديوهات، وبعد كده ما تعرفش تذاكر وما تعرفش تسال تعمل حاجه. اللي حصل هنا ان العاده اتحكمت فيك، لانك انت متعود كل مره انك تقوم من النوم تمسك التليفون، انك تروح تقعد تذاكر فما تعرفش تركز وما تعرفش تمسك كتاب، وتقعد تستنى وتقعد تبص هنا وتبص هنا لحد ما تسمع التليفون بيرن، فتروح تمسك التليفون تاني بحجه انك بتاخد بريك. في الحقيقه انت مش بتاخد بريك، لكن في الحقيقه دخلت في مرحله ادمان دوبامين انك تمسك التليفون على طول. ازاي تخرج من دوامه الادمان انك دخلت فيها دي؟ انك تبعد تماما التليفون عنك، بعيد عن مكان نومك او مكان مذاكرتك، ما تمسكوش اول ما تقوم من النوم، تثبت ميعاد نومك وصحيانك عشان تبقى عارف انك اول ما تقوم من النوم هتعمل ايه، او قبل ما تنام بتكون بتعمل ايه. انك تقسم يومك وتبقى عارف انك هتعمل ايه في يومك من مذاكره ولعب وخروج وصلاه واي حاجه تعملها. انك تحط التليفون في مكان تاني غير اللي بتذاكر فيه، او تديه لحد من اهلك يخلوه لك معاه، او انك تخليه معاك في نفس المكان وده وتعمله عدم ازعاج او طيران عشان خاطر ما فيش حاجه تشتتك بيه. تاني حاجه انك تستغل وقت الموبايل صح، تستخدمه انك تسمع حاجه مفيده او تتعلم حاجه بدل ما تقعد تسكرول في اللاشيء والفيديوهات السريعه اللي بتسحبك في الدوامه بتاعتها. تاني حاجه بعد كده انك تبعد عن الصحبه الغلط اللي بتخليك تعمل حاجات انت ما كنتش تتخيل انك تعملها قبل كده في حياتك، تقرب من الصحبه اللي بجد اللي هتخليك تقرب من اهدافك وتعمل حاجه اللي انت عايزها. كلمه اخيره، انا مش بعيد عنك، انا وقعت في نفس الغلط ده لمده 30 شهر لحد ما فوقت لنفسي وعرفت اني داخل على سنه مصريه لازم اعدل من كل اللي فات.